في مثلا في ثانويه عامه وبعد المدرسين ولله المثل الاعلى المدرسين موجودين في الدراسه، ومن خلال هم مفهوم الدراسه وهم بعد يعني من خلال مراقبتهم للطلبه قالوا ان مثلا ايه المجموعه دي تستحق ان هي تخش طب، والمجموعه دي تخش ان هي صيدله، والمجموعه دي تخش مثلا معهد، والمجموعه دي تسقط. هيقوم مثلا واحد من الناس اللي داخل المعهد يقول ايه طب انا ده انا استحق ان انا اخش طب، طب ليه؟ انا عارف نفسي، طب انا عارفك، انا متابع احوالك او كده. فربنا ولله المثل الاعلى عمل الامتحان وكانه هو اللي هو بالظبط اختبار الدنيا. فالقدر بالنسبه لمفهومه للناس ليس هو ان ايه ان طب ما هو مقبل عليه، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى عارف احوالك ان كنت تستحق ان انت تعمل ان انت تكون بعملك ان انت تستحق ان انت تخش الجنه او لا. ده مفهوم بس يعني مفهوم بسيط، ما اعرفش اكون اصبت او اخطات فيه. ليه سؤال بقى حضرتك بعد اذنك اللي هو هل نعم مش ضابط اختيار، هو كخامه. طيب ليه سؤال معلش، هل الحاله اللي انت حضرتك لما قلت ان في عسر المزاج او هل هي تسمى، هل ينفع نسميها حاله مرضيه او لا؟ ممكن نسال استاذ حجاز بعد اذنك سؤال ان بعد اذنك هل بالنسبه للمدمن ليه غالبا بنسبه 100% ان المدمن بعد ما بيتعالج بيتعرض لحاله اكتئاب شديده؟ وفي سؤال ثاني كان اشار الاخ الدكتور لما هو بيتكلم عن السؤال اللي هو ساله، كنت انا هسال هل الاكتئاب ليه اسباب جينيه، يعني اسباب مثلا جينيه وممكن اسباب عضويه، اسباب وراثيه؟ بالنسبه للمدمن لما بيتعافى ان هو بيعاني من اكتئاب شديد، وانا مش مستوثق قوي من المعلومه دي، بس ما اعتقدش انه بيعاني من اكتئاب شديد، لان المدمن بيبتدي ان هو يستعيد حياته. هو التعافي من الادمان هو اسلوب حياه بيفضل مستمر عليه، والسيستم بيفضل ماشي عليه طول حياته. ما ينفعش ان هو يوقف السيستم ده في اي لحظه من اللحظات، ما ينفعش يعود لاي مخدر حتى لو كان حاجه بسيطه. فلو هو اخل بالنظام ده او باسلوب حياته الجديد هيقع في الاكتئاب، لانه هيرجع تاني لموضوع الادمان. انما لو تعافى وماشي على السيستم مظبوط، سواء برنامج ال 12 خطوه او اي برنامج بيتبعه، ما اعتقدش ان هو هينتكس او هيشعر باكتئاب. عايز اسال حضرتك سؤال، ايه علاقه الاكتئاب بالانتحار؟ يعني هما في علاقه بينهم فعلا؟ وعايز اسال ايه علاقه الاكتئاب بالانتقال من مكان لاخر؟ يعني في ناس كتير قوي لما تبقى عايشه في محافظه ما مثلا وتيجي القاهره تقول لك انا جالي اكتئاب، انا اكتئبت لما جيت القاهره او اي مكان تاني. يعني يلا سنه بس هنا إضافة بس الموضوع الاكتئاب الإدمان. في نظريتين، واحدة بتقول إنه الاندورفينز اللي هي الاندورفينات ناقصة في الكيان والتكوين بتاع المدمن، فبيلجأ إلى المخدر الخارجي عشان يديله الاندورفينات. الاندورفينات المخلقة بتعمل بهجة زائفة. الاندورفينات الطبيعية، وانا اقول لكم بتيجي منين عشان تروحوا تعملوها على طول، بس مش كلكم طبعا عشان فيكم ناس مش متجوزين. بتأتي شكرا في البلوغ، وتأتي اثناء ممارسة الجنس، وتأتي اثناء الحمل، وتأتي اثناء الولادة، وتأتي اثناء اكل الشطة، وتأتي اثناء سماع الموسيقى العالية، وتأتي عند الركض جوبينج، وحاجات تانية انا مش فاكرها. فهنا لذلك بعض المدمنين بيقطعوا في جسمهم او بيدوا حقن بطريقة غبية كده، فما بيحسوش بالألم، لانه المورفينات المخلقة مغطية قوي، ما هياش موزونة زي الاندورفينات الطبيعية. السؤال بتاع هاجر عن الاكتئاب عند الانتقال من مكان لآخر،
البني آدم فينا إنسان كائن غريب جدا، لأنه بيعمل علاقة حميمية مع الأشياء، وده بيدخلني في الحتة بتاعت اكتئاب المصري غير اكتئاب الإنجليزي غير اكتئاب الصيني غير اكتئاب التشيكوسلوفاكي. أدعي أن معظم المصريين الذين لقيتهم بالخارج مش مبسوطين، مش هقول مش مكتئب، رغم أن الحياة جميلة ووردي وخليني أقول حاجة كمان بكل الشجاعة، ودي أنا كتبتها، أن هناك قطاعا من المسلمين يؤدون الصلوات الخمس أو بيصوموا وبيصلوا حافظوا على الفروض، بس بالليل بيروحوا ديسكو، وممكن تبقى فيه علاقات جنسية، ولما تسألهم يقول لك لا احنا عايشين في انجلترا. انا اكتشفت بقى ان ده موجود في مصر. يعني كان عندي حد قريب وبتقول لي انا ختمت القرآن الكريم، انا ببقى ماسكه ازازة الفودكا وبصب في الكاس ولابسه البكيني، واول ما الاذان بيدن بقوم اصلي. قد يراها البعض تنافر وجداني، تنافر اخلاقي، تناقض شديد. لا انا ما بشوفهاش كده، ما بحبش اتريق عليها، بشوف ما ازعلش. طب يعني اتليست على الاقل انها انتبهت الى صوت الاذان، ودي من الحاجات الحلوه الجميله يعني اللي كنت انا مفتقدها في بريطانيا، ان انا ما بسمعش الاذان 5 مرات. فسواء بتصلي او ما بتصليش، سواء انت مسلم او مسيحي او يهودي، عندما تسمع الاذان فهو كدقات القلب. فهنا اللي بتنقل برضو المصريين، لما اقول مصري غير الصيني، الصيني بالذات مصري متدلع. كان في تحقيق في المصري اليوم، انا فكره ما عنديش وقت قوي ان انا اسرده كله، بس عن شق التعبان في منطقه البساتين، انه العمال اللي هناك بقوا صينيين، واصحاب المصانع بيأجروا المصنع بالكامل لصينيين، بيجيبوا العمال بتوعهم معهم. العامل الصيني بيشغل 7 مكانات، والجودة والإتقان وعدم الأونطة وعدم السرقة عالي جدا فيه. العامل الصيني ما تنقله مقاطعة ما اعتقدش هيجي له اكتئاب، لأنه وجدوا إنه البطالة في الصين 4.5%. عارفين 4.5% دي إيه؟ لما بيسيب الشغلانة دي وبيروح الشغلانة في الشارع قصر النيل هنا، هو ماشي في الشارع بيدوها على حسب هم كتار طبعا، فبتطلع 4.5%. فأعتقد أن الانتقال من مكان لآخر بالنسبة للمصري في مصر أكثر من المصري في أوروبا. أنا اتنقلت في إنجلترا وإيرلندا 9 مرات في ظرف 8 سنوات. ظروف التدريب بتاعي، ظروف الشغل، ظروف ما اعتقدش انه اصابني الاكتئاب بسبب ده. انا كنت بالعكس بتنور، بشوف حاجة جديدة. لكن انا اللي اقوله لك بقى ان هناك اكتئابا يتخفى تحت قناع المال. يأتي الرجال المصريين في الخليج ويصيب ابنائهم في مصر باكتئاب اقوى. علاقة الاكتئاب بالامتحان علاقة قوية جدا. إذا كان الاكتئاب جسيما وحقيقيا ومتمكنا، وإذا كان الاكتئاب فلسفيا يتعلق بمسألة الوجود والكون والإله والعيشة، هناك من ينتحر وليس مكتئب، لانه حس بعدمية الحياة دون اعراض اكتئاب، زي الفنانين. انا كان ليا صديق فنان تشكيلي، كنا بنلتقي هنا في الاتيليه من 40 سنة 41 سنة، وكان انتحر عند سن 21 سنة. اما الانتحار كمحصلة الاكتئاب فيأتي في لحظة،
او عند اختفاء الاكتئاب كقناع